سلام، إن شاء الله تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو بصحة مزيانة. بكل بساطة اختفى بدون سبب لتبدأ معاناتك لإيجاد طريقة مناسبة لتخليه يظهر من جديد ليجيب على تساؤلاتك. فيديو مهم جدا يساعدك خطوة بخطوة لاسترجاع شخص لتجاهلك بطريقة ذكية. لماذا ما نشاركش القناة؟ مرحبا بكم. إذا عجبكم المحتوى وعجبتكم القناة تابع معي إلى آخر فيديو. مشكلة العلاقة مع شخص بيتجاهلك إنك بتشعر بحالة من الضعف والحيرة الشديدة لتسألك الكثير من أسئلة بذهنك، فبتحاول اتصال ما يرد على اتصالاتك، تبعت له رسائل ما يرد عليها بدون جدوى. ببساطة ما يوجد رد اللي غادي يريح لك بالك مهما كان الدافع لتجاهلك، لأن تبحث عن تفسير منطقي لهذا الاختفاء. أول شيء اللي غادي نقول لك أنك تبتعد كليا عن الغضب. لقد يؤدي العلاقة في حالة إن كانت ردة فعلك التعصيب وهجوم أي تصرف بتعصب قد تندم عليه. طبعا من صعب جدا عليك أن تترك الأمر يمشي بسهولة إن كان هذا الشخص عزيز عليك أو من المقربين إليك. راح أعطيك طرق قوية أيضا ومجربة لغدي يجبروا وتظهر هذا الشخص من جديد. أول خطوة بالبداية عليك بحسن النية، وهي أن تتأكد من أنه يقصد تجاهلك بالفعل. لربما كان شخص مشغول أو عنده شي مسؤولية لغدي يديرها اللي خلاته يتأخر برد على عدد من الرسائل، ويصوني ليه التليفون ويكون مشغول ما يقدر يتصل فيك بعد وقت طويل نسبيا. فهذه الحالة بعد يومين إعادة المحاولة من جديد، فابعث له رسالة قصيرة. رسالة الأخيرة ابعثها المرة الثانية، فابعثها من جديد إذا راسلتك ما نفعته، ومرة أخرى ما رد عليك اتماسك نفسك وما تهاجموش، اصبر 5 أيام وابعث له رسالة جديدة تكون رسالة هادئة، مثلا كيف راك، إن شاء الله تكون بخير. هذه العبارة فقط لعل هذه الرسالة تجيب له شي نتيجة، لأنك بهذه الرسالة تتبين له معنوياتك عالية ونفسانيتك مرتاحة، لأنك فقط تطمئن عليه. ربما يكون عنده شي حاجة تمنعه من رد على رسائلك. المطلوب أن رسالتك تحط هذا الشخص في موقف محرج، ويظهر الرد عليك ويجاوبك. فمهما كان رد تفاعله عليك بالاختفاء إن رد عليك، وإن ما رد عليك، لأن اللي ورد عليك على رسالتك راح يرد بكلمة غادي يقول لك الحمد لله، أو يرد أنا بخير. فهنا غادي تقرأ رسالته وتشوفها وتختفي ما ترد عليه. هذه المرة انت اللي غادي تختفي بدل ما هو اللي كان مختفي، فغادي ينقلب الدور وغادي تولي انت المتجاهل. هو اللي انشغل تفكيره وأصبح في حيرة شديدة. لكن لو عاوتاني ما نشحتش هذه الطريقة، يعني لو استسلم رسالتك عم تسأل فيه عنه وما رد عليك، هنا تفهم أن هذا الشخص بيتجاهلك. لابد أنه يعرف انطباعك، قادر يتوقع حيرتك وأنك راك تحاول عدة مرات تتصل معه وتلاحقه. هنا حاول إن تخالف توقعاته لفترة من الوقت، لأنه هو بتجاهلك إليك بيعتقد إنك لما تفقد اهتمامه فيك راح تكتئب. فلذلك عليك مخالفة توقعاته وتكون بأفضل حالاتك. قم الإمكان، لكن حاول تعيش مثله في حالة تجاهل، اختفاء تام والابتعاد عن التفاعل مع أي منشورات على وسائل التواصل بحال فيسبوك. تختفي من التواصل لمدة أسبوعين، ومن بعدها هذه الأسبوعين فجأة تظهر بوضع مختلف كليا، بطاقة إيجابية تبين له سعادتك وراحتك ونجاحك في بعض الأمور. غادي تخليه يتساءل عن الغموض لهذه الأسبوعين الماضيين، شنو وقع عليه، شنو اللي غير أحوالك. تساؤلات تدور براسو عن اللي حصل بهذه الأسبوعين،
ويذكر آخر رسالة إليك. لما سألت عنه فبيربط رسالتك بحالتك الإيجابية الحالية، فلما تظهر طاقتك راح تلفت نظره من جديد، يرجع مع فرح فيشوفك عايش حياتك بطبيعي، راح يفكر ويشغل راسه، راح يشعر برغبة في التواصل معك. هذا إذا كان يحبك من قلبه، أما من البداية كان ما يحبك فلا تتعذب ولا تتعب راسك تبعت له أي رسالة، بل ابتعد عنه وقلب على حياتك وفتش على أشخاص يعرفوا قيمتك بالاهتمام اللي فيك.